ايوه نعم. الو، السلام عليكم ورحمة الو. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياك الله الشيخ حسن فرحان. نعم نعم، حسن فرحان معك المالكي، حياك حياك الله. الله شيخنا، كيف احوالك؟ الله يسلمك. من معي الاخ الكريم؟ انا من العراق، بس حبيت اسألك بعض الاسئلة، وطبعا اتشرف بيك وبمعرفتك. حياك الله وحياك العراق جميعا. حياك كيف الله. العراق؟ نعم شيخنا. العراق بخير. كيف العراق ومن اي بلده؟ العراق بخير. من اي مدينه؟ انا من مدينة بغداد، قرب الامام موسى بن جعفر نعم. ما شاء الله، من بغداد. نعم حياك نعم، الله. حياك الله، الله يحييك. طيب شيخنا، أنا عندي لك سؤال طبعا، وأتشرف بمعرفتك وطرحك القوي في بعض الأحيان، ولا يعني هذا يعني أن أتفق وياك في كل ما تطرحه، لكن عندك طرح جميل وطرح طيب يعني. قل لي، عرفني على نفسك فلان. نعم. نعم. أنا خادم ثائر الدراجة، خادمكم. خالد الدراج. لا، أنا قلت لك يعني بمعنى أتشرف بك أخدمك، بس أنا اسمي ثائر الدراجي. الله يحفظك شيخنا. لا، حبيت اقصد الاسم يعني. الاسم. أذكرك وأسجلك معي. نعم، ثائر الدراجي. سائر، اهلا اهلا، حياك الله يا سائر. الله يحييك انتم جننا السلفيين وهذه. الله يحفظك مولانا الشيخ حسن فرحان مالكي، انا وانا اطلعت على بعض انتاجك حياك او الله. بعض مداخلاتك، ونشكر لك هذه الجرأة. الله بس يحفظك. انه حقيقة حاليا اخي الكريم اخي سائر، حاليا عندي عمال في البيت ويحتاجون اني انا انتقلت الى بيت اخر. نعم لكن هذا جوالي، وان شاء الله يعني يكون فيها، اذا كانت الاسئله مختصره نعم او المداخلات او التحاور. نعم. وان شاء الله. طبعا واحد كاتب لنا في محادثه مع اخو فلسطيني يقول هذا الذي احرج عثمان الخميس، يعني يسمع المحادثه معي. الله يحفظك، الله يسلمك شيخنا. على اي حال، انا حاليا عندي عمال، فاذا نعم. اذا امكن في وقت. حياك الله، انا اسف على الازعاج، طبعا اسف على ازعاجك. حياك الله. لا ما في ازعاج، بالعكس يعني. حياك الله، نتشرف بك. العراق في قلوبنا ونحن. الله يحفظك، الله يسلمك وانت وانت لقولك كلمة الحق، او لقولك نعم، لقولك كلمة الحق ايضا لك معزة في قلوبنا. على اي حال عندي موقع، ما ادري هل اطلعت عليه. عندي موقع جيد يجمع، يعني سارسله لك اذا كان هذا جوال. نعم. سارسل لك الموقع فيه الكتب والابحاث والمقالات. نعم. وان شاء الله يعني ان الله عز وجل يعني يجعل البركه. انما تنصرون بضعفائكم. احسنت. ولا يتبين الابتلاء الا في وقت الضعف، اما اذا كنت مع الكثره ومع الجماعه ما يتبين سعيك الى الله. اكيد. مع القله ومع المكابده ومع التعب، كما أكيد. تعب رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى اله من قبل. اكيد. وكما تعب الانبياء. فان شاء الله اننا نحاول من هنا. نعم. وانتم من عندكم. نعم. في نصره محمد وال محمد. احسنتم شيخنا. وحتى مع اختلاف مذاهبنا نحن مجتمعون على محمد وال محمد. احسنتم على الاقل السنه المحمديه، اصحاب السنه المحمديه الحره، واصحاب التشيع العلوي. الله يبارك فيك اخي فائز. احسنتم شيخنا، وطيب الله انفاسك. عذرا. نعم. انا شيخنا طبعا انا اتصلت بك، حبيت اسالك حول موضوع الفيلم والمصادر التي يعتمد عليها الفيلم، لكن ان شاء الله في وقت لاحق نتكلم في هذا الموضوع. طبعا من حيث الجمله للاسف ان التراث السني، ما اعرف مع التراث الشيعي في هذا يعني كثيرا، لكن للاسف التراث السني وروايات عائشه وروايه عروه وامثال ذلك للاسف هي الماده الاساسيه. روايه ابي هريره، روايه انس هي الماده الاساسيه، ولكنهم افتروا افتراءات اخرى ليست موجوده. نعم. يعني اكمل صاحب ذلك الفيلم السيء، اكمل بامور ليست موجوده في يعني مثل ما قصه الزنا، قصه اللواط، قصه كذا، هذه ليست موجوده. نعم. حتى عند النواصب. نعم. ربما فلذلك ما احب تبرئه الفيلم. انا كثير ارى بعض المشاركات يقولون هم انما اعتمدوا علينا، لا، لنفرق بين الماده التي اعتمدوا فيها علينا على التراث الاسلامي وخاصه السني فيما اعرف، وعلى الافتراءات الجديده في هذا الامر. طيب شيخنا، او في هذا الموضوع خاصه، يعني قضيه ذكرتها اللواط، يعني انا قرات روايه في صحيح البخاري بان رسول الله لعن
المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء، وأخرج فلانا من بيته، وأخرج عمر فلانا من بيته. طيب قد هنا يتصور الإنسان المستشرق أو الإنسان الغربي يعني لماذا أخرج النبي فلان وهو لعن في نفس الوقت المستخلفين من الرجال؟ يعني قد تصور كان هناك شخص يعني اي نعم للاسف. نعم مع الاسف هذا، بس انه ايضا يعني التخنث او قد يطلق ايضا على اكثر من معنى. نعم. يعني قد لا يكون اللواط مباشره، قد يكون هناك يعني تشبه بالنساء، ضعف النفسيه وما اشبه ذلك. نعم يعني احسنت بهذا المعنى احسنت. قد نقول، لكن على اي حال انا قد اجبت باجابه مختصره، أحسنت. واظن انكم تعرفون الاجابه اكثر من ذلك. لا بالعكس انا خادم لك ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله في وقت لاحق في تواصل اخر ان شاء الله. ان شاء الله. حياك الله، واسمح لي انقل كلامكم للاخوان، وانا ممنون من عندك شيخنا الغالي. الله يسلمك يا اخي طاهر، سلم لي على من تحب. الله يسلمك، في امان الله، في امان الله. الموقع ايضا ودي ان تطلع عليه ان شاء الله. في مقال ايضا هنيئا للشيعة ان شاء الله. احسنتم. هناك اشياء عن ابن تيميه، عن معاويه، عن السلفيه، عن الوهابيه. نعم. كتب وابحاث ومقالات يعني بقدر جهدنا. الله ينصركم. يعني قليل عملنا ويجعله عظيما عنده. عظيما عند الله. قول الحق عند إمام جار عظيما عند الله. أحسنتم شيخنا، حياك الله، وفي أمان الله. شكرا. في أمان الله. في أمان الله. حياك. هذا الشيخ حسن فرحان المالكي. حتى بعض المحسوبين على التشيع لم يستطيع أن ينطق كلمة الحق. أنا سأل الرجل ما اتفق وياه في كل ما يطرحه، لكن بالجملة عنده شجاعة في الطرح، ورجل باحث، واستطاع أن يلعن رموز ويستشكل على الرموز في عقر دار الوهابية والنواصب. ويجي شخص آخر يقول لك لا ما نريد نمس معاوية، ما نريد نمس فلان، ما نريد نمس فلان. شوف الرجل قال بأن أغلب المصادر اللي اعتمد عليها الفيلم مروية عن عائشة وعن أبو هريرة، ألا يطابق قول الإمام الصادق عليه السلام. هسه بالمعنى ما حافظه أنا أنه كذبوا على رسول الله ثلاثة، أبو هريرة ومالك بن أنس وعائشة. فأحسنت يا شيخ، والله يهديك للتولي والتبرئ إن شاء الله الحق، وتحشر مع محمد وآل محمد، واللعنة على النواصب، واللعنة على من يجامل النواصب، واللعنة على من أساء للنبي محمد صلى الله عليه وآله، ومن أعطى المادة الدسمة لهؤلاء لكي يشوهوا صورة رسول الله. وأنا أعتقد ما موجود في البخاري والمسلم وبتصحيح الرواية وبالراوي هو عائشة وغيرها من أعداء رسول الله الألداء. والسلام عليكم ورحمة الله.